كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي والترجي ستقام المباراة في 9 مساء على استاد القاهرة. المباراة المرة دي تحس فيها بالقلق والخوف بسبب أداء الأهلي الفني المتراجع بقاله كتير، ومدير فني مش على قدر الأهلي. المباراة دي طبعا صعبة جدا لأن أنت مغلوب هناك 1-0، وهنا لازم تعوض بأكتر من هدف، يعني لازم تفوز 2-0 أو 3-1. النتيجة الأولانية وعلى الورق هتبقى صعبة جدا على الأهلي. اللي هيصعبها أكتر المدير الفني اللي هو لسه برضه عايش في مية البطيخ، وتقريبا برضه هينزل الشناوي بالتبادل مع شوبير. الفترة الأخيرة واضح إن الشناوي بيتسبب بشكل كبير جدا في اهتزاز خط الدفاع، وبيخليه قلقان وبيتم إحراز أهداف. فأي هدف هيخش في الأهلي النهاردة هيبقى صعب جدا تعويضه. ده أول خطأ. تاني حاجة تصريحات ثروب عموما ما بتصبش في مصلحة إن الأهلي داخل بهجوم كاسح عشان يقدر يفوز ويخلص المباراة. الشناوي طلع في المؤتمر الصحفي وصرح، وده معناه إنه هينزل أساسي، بيقول خسرنا الشوط الأول وجاهزون للشوط الثاني غدا. المباراة صعبة أمام منافس قوي وصاحب تاريخ في أفريقيا. ندرك أهمية اللقاء رغم غياب الجماهير، ولدينا تركيز وحافز كبير لمواصلات المشوار. نشعر بوجود الجمهور ودعمه لنا في كل وقت، وعدم حضورهم غدا ممكن يسبب صعوبة، ولكن سنتعامل مع الموقف. دي تصريحات الشناوي في المؤتمر الصحفي. قائمة الفريق تم إعلانها: الشناوي وشوبير وحمزة في حراسة المرمى، بيكهام وبن رمضان وياسر وتريزيجيه، ياسر إبراهيم وتريزيجيه وكاموش وعطية، الشحات وبن شرقي وبالعمري، هادي إمام، ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر، هاني، كوكا. دي قائمة الفريق واللي هيتم اختيار التشكيل الأساسي منها ويعلن اليوم. مباراة لا تقبل القسمة طبعا على 2. احنا عارفين ان دي هتصعد بالأهلي لنصف النهائي وتقربوا من اللقب، وخروجه من اللقاء ده بإحراز هدف فيه ممكن يتسبب فيه الشناوي لو لعب أساسي النهاردة. هيبقى أول بطولة تخرج منها في الموسم ده، وهتحصلها في الدوري بنسبة كبيرة، لأن انت نتائجك في الدوري مش أحسن حاجة، وكمان متأخر، وبيراميدز والزمالك هم دلوقتي المتفوقين. فبالتالي هتبقى بادرة يعني فقد البطولات هتبدأ بالبطولة دي. فخروجك النهاردة هيبقى بداية لخروجك من موسم صفري.